انتهت ريال مدريد بيقسو على ليفربول وفي الانفيلد 5-2. ريال مدريد بيحاول تأخره من 2-0 في اول تلت ساعة ل 2-2، انتهى الشوط الاول ل 5-2 في انتهاء الماتش كله. دي حاجة ما يعملهاش الا ريال مدريد. مفيش فرقة في العالم، مفيش فرقة في تاريخ كرة القدم هتبقى مهزومة 2-0 في اول تلت ساعة في اول 21 دقيقة من ليفربول في الانفيلد، هناك في ارض الانفيلد في وسط الجمهور ده كله 2-0، وتقلب النتيجة من 2-0 ل 5-2. مش تقلب النتيجة ل 3-2، لا، تقلب النتيجة من 2-0 ل 5-2. مفيش حد يعمل كده غير ريال مدريد، مفيش حد يقدر يعمل كده في العالم غير ريال مدريد. عشان كده هو الحاجة الفريدة في تاريخ القدم، هو الحاجة المميزة وحاجة السبيشال في كرة القدم. دي شخصية البطل اللي احنا بنتكلم عليها، من 2-0 ل 5-2 على ليفربول في الانفيلد هناك، حتى مش في البرنابيو. كلوب في اول الماتش كان بادئ الماتش صح جدا، كان مدي الكوره لريال مدريد وبيلعب هو كهجمات مرتده او بيلعب على طول على الارتداد السريع. لعب كده جاب جونين، خلص في جون تاني منهم مثلا غلطه كورتوا، بس المهم ان هو جاب جونين. كان مثلا مستحوذ اول تلت ساعه، وبعديها لما استحوذ اول تلت ساعه جابوا الجونين والدنيا كانت ماشيه زي الفل. بعديها تراجع بطريقه مش طبيعيه، وبتتراجع قدام ريال مدريد. انت لو ما استغلتش ان انت راكب الجيم على ريال مدريد وريال مدريد مش في حالته، وان انت متفوق عليهم بدنيا ومتفوق عليهم انتشار في الملعب ومتفوق عليهم كل حاجه في اول تلت ساعه، ما استغلتش حاجه زي كده، انت هتندم. وده اللي حصل فعلا من اول فرصه في منطقه الجزاء لريال مدريد لفينيسيوس، قدر ان هو يجيب الجون ويجيب الجون الاول. وبعديها غلطه من اليسون زي ما غلطه من كورتوا هناك، انهم بيردوا على بعض، انت هتغلط انا هغلط، عشان ما حدش مننا يزعل، مش هينفع تروح زعلان، انت هتغلط وانا كمان هغلط. وراح غلطان هو كمان ومدر فينيسيوس جون التعادل. بعديها اللي حصل في الشوط الثاني ان لعيبه ليفربول اتخطفت، حرفيا اتخطفت. لقيت جون ثالث بيدخل، لقيت جون رابع بيدخل، لقيت جون خامس بيدخل. طب ايه اللي حصل؟ طب هو احنا فين؟ هو احنا ايه اللي جرالنا فيه؟ ايه اللي بيحصل فيه؟ هم مش عارفين ايه اللي بيحصل. هي لعيبه ليفربول ما كانتش عارفه ايه اللي بتحصل، يعني لعيبه ليفربول ما كانتش عارفه ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل واحنا ايه اللي حصل لنا. اول 5 دقايق في الشوط الثاني جون ثالث لريال مدريد عشان يبقى 3-2 من ميليتاو، وبعديها جون رابع، وبعديها جون خامس. طب ايه اللي بيحصل؟ هو احنا ايه اللي بيحصل لنا؟ احنا كنا فايزين 2، ايه اللي حصل؟ لعيبه ليفربول وقعت من بعد التعادل. لعيبه ليفربول شخصيتها في الملعب ما كانتش موجوده من بعد جون التعادل. كان شخصيتها موجوده من 2-0، كانت راكبه الماتش مش عارف ايه، بس اول ما دخل فيها الجون اصلا كمان مش بس جون التعادل، دخل فيها الجون الاول من لعيبه ريال مدريد ومن فينيسيوس، لعيبه شخصيتها وقعت في الارض بطريقه مش طبيعيه، على عكس شخصيه ريال مدريد وعلى عكس شخصيه لعيبه ريال مدريد. كانت شخصيه لعيبه ليفربول والفرقه ليفربول كلها وحتى كلوب في الملعب كله شخصيته نزلت وكل الفرقه رتمها وقع. جه الجون الاول، جه الجون الثاني، اللعيبه بتاع ليفربول مش مصدقه، مش عارف ايه اللي بيحصل. فعلا تهزوا نفسيا بطريقه مش طبيعيه، وكمان المدرب نفسه تهز نفسيا بطريقه مش طبيعيه. ابقى كسبان 2 وتقلب عليا، ايه اللي حصل وايه اللي جرى؟ ما هم مش عارفين ايه اللي حصل ولا ايه اللي جرى. دي بقى شخصيه ريال مدريد، ودي شخصيه البطل زي ما بيقولوا. من 2-0 ل 5-2 لعيبه ليفربول فعلا اتخطفت. اللي هو يا جدعان، طب احنا ايه اللي حصل؟ حد يشرح لنا يا جدعان. احنا كنا فايزين 2 اول تلت ساعه، مش معقوله كنا فايزين 2 اول تلت ساعه وتقلب عليها 5. مفيش فرقه هتعمل كده غير ريال مدريد للاسف. وصلت ان حفيظ في اخر الماتش كان بيقول لهم احترموا شخصيه ليفربول، احترموا اسم ليفربول، بساط ولمسات. ولعيبه ليفربول فعلا وقعت يعني من بعد التعادل، حتى مش بعد الجون الثالث او الرابع، لا، ليفربول فعلا لعبتها من بعد التعادل وقعت. هي مش مصدقه ان من 2-0 ل 2-2، وبعدين اتخطفوا الجون الثالث في الشوط الثاني، وبعدها جون رابع، بعدها جون خامس، هم كله جه ورا بعض، هم مش مصدقين، وقعوا نفسيا، شخصيتهم وقعت، شخصيتهم فعلا في الارض، شخصيتهم مش موجوده. مفيش شخصيه لعيبه ليفربول خالص كانت موجوده في الملعب قدام ريال مدريد في الماتش ده. مفيش. اول ما ريال مدريد جاب ال 2-2 واول ما ريال مدريد جاب الجون الثالث على طول بعد بدايه الشوط الثاني، الشخصيه بتاعت لعيبه ليفربول وليفربول كلها والجمهور والمدرب مش موجوده، حرفيا مش موجوده. وبرده ده غلط كلوب ان هم بعد ال 2-0 تراجع، قال لك لا خلاص زي ما انا عادي، انا يعني كان كسبان 2-0 ومرتاح 2-0، انا مرضي بالنتيجه، ما اعرفش ان لا امان مع ريال مدريد. مفيش حد يقدر يعمل كده غير ريال مدريد. دي شخصيه البطل، ودي روح البطل، وده فريق البطل، وده مودريتش، وده بنزيما، وده فينيسيوس، وده. وشاب بيكون خلص الفيديو بتاع النهارده. مبروك لريال مدريد ومدريدستا. وشاب بيكون خلص الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش تعمل اشتراك، انزل الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.